الحاجات اللي هنتكلم بقى فيها النهارده علشان نبقى متفقين. اول حاجه الزيت بينقص، ايه الحل؟ خلاص ده هنتكلم عنه. هنتكلم عن حاجه مهمه برضو، ترموستات الكوعه وعلاقتها بنقص الزيت، لان ساعات تلاقي موتور جديد بينقص زيت وهو اصلا يعني على وضع بلاده زي ما بيقولوا، لكن موتور بقاله مده الدنيا صعبه معاه وحالته سيئه تلاقيه ما بينقصش زيت. فايه علاقه ترموستات الكوعه بنقص الزيت؟ الحاجه الثانيه، في التعليقات ناس كتير قوي قالت لي ان مفيش علاقه بين درجة الحرارة بتاعت الجو ودرجة حرارة المحرك، اللي هو ايش علاقة المناخ بدرجة حرارة المحرك. انا جايب له التعليق زي ما هو، ما غيرتش فيه. خلاص. في تعليق تاني برضو، حرارة الجو ملهاش علاقة بالزيت لان عمرها ما هتكون اعلى من حرارة المحرك. بص انا لما قريت التعليق ده في الاول هنكت، يعني ما فهمتوش خالص صراحة. حرارة الجو ملهاش علاقة بالزيت لانها عمرها ما هتكون اعلى من درجة حرارة المحرك. على فكرة انا نسيت انا كنت فاهمه ازاي، ما زلت مش فاهمه لحد دلوقتي. خلونا افكر فيه شويه. نسيت والله بجد، ما عدتش فاهم. يعني اول ما بقرا التاريخ ده بهنج. حراره الجو ملهاش علاقه بالزيت لانها عمرها ما هتكون اعلى من درجه حراره المحرك. غالبا يقصد ترموستات الكوع. انا كنت فاهمه بس نسيت انا كنت فاهمه ازاي. مكتوب في الكتالوج 1540. ينفع استخدم 2050؟ ده برضه هنجاوب عليه. الكتالوج مكتوب فيه 1030 ومش موجود، اعمل ايه؟ برضه دي حاجات مهمه، في بعض الدول مش موجود في الحاجات دي. خلاص، اللي هو ال 1030 مش موجود، فيعمل ايه؟ بالنسبه بقى كان اللي بيقولوا لي ان 2050 بيع بالرواسب، وانا طلبت في التعليقات ان الناس تقول لي ايه تجاربها مع ال 2050، هل هو والزيوت المعدنيه بشكل عام لما انا بستخدمها مظبوط هل بتعمل رواسب ولا لا. برضه هنتكلم على التعليقات بتاعت الناس اهوت. انا جايب لكم شويه تعليقات برضه من بعض الناس كتير ردت، وانتوا برضه رجعوا للتعليقات بنفسكم وجايبها لكم بالاسماء علشان يبقى فيه مصداقيه. المهم يلا نبتدي الفيديو. ترموستات الكوعه والمواتير الجديده. ترموستات الكوعه ببساطه بيحافظ على درجه حراره المحرك ان هي تكون درجه حرارته مثلا هنقول 100 درجه مئويه، وده بيكون باستمرار. خلاص. طيب في بعض الزيوت زي صاحبنا ده، زي الكاسترول ده على سبيل المثال 1040. خلاص. الزيت ده كلكم قلتوا انه بينقص في التعليقات لان معدل تبخيره عالي، وفعلا الزيوت لها معدل تبخير معين. طيب هنقارن عربيه هنقارن عربيه فيها ترموستات كوعه بعربيه متشال منها ترموستات الكوعه. العربيه اللي فيها ترموستات الكوعه الموتور مزنوق باستمرار على اقصى درجه حراره، اللي هي درجه حراره كام؟ 100 درجه مئويه، وبالتالي الزيت برضه مزنوق باستمرار على 100 درجه مئويه، وبالتالي معدل التبخير فيه هيكون عالي. طب لو جبنا عربيه بقى متبهدله وطالع عينيها، او مش متبهدله ولا طالع عينيها ولكن ترموستات الكوعه متشال منها، الزيت هنا هيكون مرتاح، لان العربيه اول ما تطلع على طرق سريعه بتلاقي عداد الحراره نزل، وبالتالي الزيت مش هيكون مزنوق عند اعلى درجه حراره، وبالتالي معدل التبخير فيه هيقل. فبالتالي العربيه اللي موتورها مظبوط وفيها ترموستات كوع هتلاقي الزيت بينقص فيها عن العربيه اللي متشال منها ترموستات الكوع. طبعا الموتور يا جماعه اللي متشال منه ترموستات كوع بيتاذي جدا جدا جدا، واكتر زيت ياذيك وترموستات الكوع هو ال 2050 والزيوت الثقيله، لان الزيوت الثقيله بشكل عام بتتحسن مع ارتفاع درجات الحراره ولزوجتها بتقل مع درجات الحراره العاليه، لكن في درجات الحراره المنخفضه بيظل الزيت لزج وانتشاره بيكون فعلا مش كويس. وحتى الزيوت برضو منخفضه اللزوجه غلط ان انت تشيل ترموستات الكوع، لان برضو الزيوت المنخفضه اللزوجه بتدمر الموتور، وترموستات الكوع متشال ليه؟ لان هي لزوجتها بتزيد مع ارتفاع درجات الحراره. ما هو اسمه متعدد اللزوجه ليه؟ لان لزوجته بتزيد مع ارتفاع درجه الحراره. طب لما درجه حراره الموتور ما بترتفعش بيظل هو سايل، يبقى في حاله عدم وجود ترموستات كوع الزيت مرتفع لزوجه زي ال 2050 وال 1550 هيضرك، والزيت اللي هو ال 25 وال 35 وال 45 برضه يضرك. خدت بالك؟ الناس ما بتاخدش الارقام اللزوجه دي هتتحسن مع ارتفاع درجات الحراره. فالبتاع ده رغم ان هو بيزود تبخير الزيت لكنه بيحافظ على الموتور. انت ما يهمكش ان الزيت ينقص او لا، انت يهمك ان الموتور يبقى شغال بكفاءته لاعلى فتره ممكنه، لان احنا قلنا نقص الزيت ده طبيعي. قلنا فورد، قلنا جنرال موتورز، قلنا تويوتا، قلنا هوندا بيتكلموا في نص لتر، بيتكلموا في ربع لتر، بيتكلموا في بعض الشركات بيتكلم في لتر كل 1000 كيلو. نقص الزيت طبيعي. الورقه هتروح. اللي يقول لك ان الزيت ما ينفعش ينقص ده مع احترامي ليه بيجيب من دماغه. احنا قلنا المرجع بتاعنا هو الكتالوج، هو اراء. الزيت بينقص، ايه الحل؟ انا مش عفريت عشان يكون عندي الحل في الكتالوج. هتيجي من الاخر كده سحب لنا كام كتالوج. طيب ايه الكتالوج هيقدم الحل ازاي؟ الكتالوج هيقدم الحل بان انت لو بتستخدم لزوجه خفيفه هتنزل للزوجه اللي اعلى منها، بشرط انها تكون موجوده في الكتالوج، وبشرط انها تكون بتراعي المدى الحراري. زي ما قلنا قبل كده ما تجيبش 2050 تستخدموه في روسيا. خلاص. فدي نقاط مهمه. وبعض الكتالوجات برضو بيبقى قايل لك بيقول لك مثلا 1040 بس يكون الاي بي اي بتاعه مثلا اس ام بلس، ما تروحش انت تجيب اس ان. يبقى هتراعي المدى الحراري، هتراعي ان اللزوجه تكون موجوده في الكتالوج، وهتراعي برضو الاي بي اي او تصنيف المعهد الامريكي للبترول زي ما هنوضحه برضو. انا بقى هديكم مساله مهمه وانتوا هتحلوها. ايه هي بقى المساله يا سيدي؟ مكتوب في الكتالوج 1540. ينفع استخدم 2050؟ اجابه السؤال طبعا لا. ليه بقى؟ لان انت عندك رقمين هنا، الرقم الاول اللي هو ده
والرقم الثاني اللي هو ده. خلاص. بالنسبه للرقم الاولاني ده انا ما ينفعش استخدم اعلى منه، لكن ينفع يستخدم اقل. خلاص شفت السهم؟ يعني 15 ينفع استخدم 20؟ ما ينفعش، لكن ينفع استخدم 10. ينفع استخدم 5؟ معلش انا خلاص. يبقى ال 15 ما ينفعش استخدم 20، لكن ينفع استخدم 10 او ينفع استخدم 5. طب ال 40 ينفع استخدم 30؟ لا، لكن ينفع استخدم اكتر. ينفع استخدم كام؟ 50؟ ينفع استخدم 50. خلاص. هو دي القاعده بتاعت اللزوج، دي القاعده اللي هنحل عليها مسائل بقى زي ما بقول. طيب ال 15 40 ده اهو، 15 40 نبص على 20 50. ال 20 50 دي هي نبص على الرقم الاولاني. ال 20 ينفع؟ لا ما ينفعش. خلاص. ال 50 تنفع لكن ال 20 ما تنفعش. يبقى الزوجه دي ايه؟ ما تنفعش. كمان هي مش موجوده في الكتالوج. خلاص. يعني هي اصلا مش موجوده في الكتالوج. اعلى لزوجه في الكتالوج بالنسبه للعربيه دي كان هي ال 15 40، فما ينفعش تستخدم اعلى منها. طب عشان تبقى الامور واضحه، الراجل ده واللزوجه دي على فكره مش موجوده حتى في مصر. ال 10 30 او موجوده نادر جدا يعني. في عربيه نيسان مثلا بيوصي غالبا بال 10 30، او العربيه اللي معانا دي فيها ال 10 30 بيوصي بيها. طب ال 10 30 مش موجود، ينفع استخدم ايه؟ احنا قلنا الرقم ده قليل عادي، اقل منه عادي، والرقم ده اعلى منه ايه؟ اعلى منه عادي. طيب ايه اللزوجه المتوفره شبهها؟ 10 مش عارف اكتب دبليو 40. يا ريتني ما كتبت، الخط اسوء بكتير. المهم يعني 10 دبليو 40. ال 10 دبليو 40 متوافقه مع الرقم ده، ولما نبص هنا 30 بقت هنا 40. احنا قلنا الرقم ده لما يكون اعلى من 30 عادي. خلاص. مش عارف الحته دي وضحت ولا لا، ولكن ده قانون اللزوجه. خد رقم اقل من ده، لكن ما خد رقم اقل من ده، وعادي تاخد رقم اعلى من ده، لكن العكس. البتاع ده انا ما زلت مش فاهمه، فبهنج لما اقراه، فخليني في ده انا فاهمه اكتر. ايش علاقه حراره المناخ بدرجه حراره المحرك؟ طبعا ده بيتكلم ان عاوز يقول لك يعني ان هو ايه بقى؟ عاوز اقول لك ان ترموستات الكوع بيحافظ على درجه حراره المحرك ثابته صيف شتاء. اصلا انا سمعت الكلام ده كتير يعني. فايه علاقه اللزوجه او ايه علاقه المكان اللي العربيه شغاله فيه بدرجه حراره المحرك او الزيت من اساسه؟ الكتالوج يا حبيبي، الكتالوج قدامك اهو. هل الكتالوج مش ما فيهوش مدى حراري؟ يعني الكتالوج اللي انت شايفه قدامك ده اهو مش جايب لك نطاق حراري، نطاق درجات الحراره المتوقعه قبل التغيير القادم؟ نطاق درجات الحراره دي فين؟ في البيت ولا في الجراج ولا في الدوله اللي العربيه شغاله فيه؟ يا جدعان ما تجننوناش، يعني اللي يقول كلام يقول كلام مظبوط. يعني ما هو بيتكلم اهو على نطاق درجه حراره. العربيه يا جماعه من المهم جدا تكون شغاله، يعني نبقى عارفين هتكون شغاله فين. ده عامل زي التشخيص كده بتاع المريض، انت لما تاخد التاريخ المرضي للمريض مهم جدا. العربيه تكون شغاله مثلا في دوله من دول الخليج درجه الحراره فيها بتوصل 50، ولا دوله من دوله زي روسيا بتبقى درجه الحراره ناقص 20 ولا ناقص 15 تحت الصفر. مهم جدا اكون عارف العربيه شغاله فين. فبالتالي ما تقوليش ابدا، ولا ينفع ان انت تقول كلمه ايه ان ايه العلاقه ولا إيه. راحت فين مش عارف راح فين. المهم يعني ايه علاقه درجه حراره العربيه شغاله فيها او بدرجه حراره المحرك ولا كلام زي كده. فده ان الزيت عمره ما هيعمل رواسب الا لو انت ما راعيتش المدى الحراري او جبت زيت مش موجود في الكتالوج، زي العربيه تويوتا كده اللي جبنا فيها ان ما فيهاش 20 50 اصلا. فلو جبت لها 20 50 فانت كده 100% هتعمل رواسب. طب لو انت بتستخدم الزيوت الثقيله موجوده في الكتالوج ومراعي المدى الحراري هتلاقي النتائج الحلوه دي. بص كده الراجل بيقول ايه؟ السلام عليكم، انا بستخدم 20 50 لسنوات طويله، ولا شفت رواسب ولا شحوب، من افضل الزيوت في الخليج، استبغي ماكينتك تعيش اطول عمر ممكن. خلاص. طيب نشوف الراجل واحد تاني بيقول ايه. انا والله جبت لكم حاجه عشوائيه، يعني انا ما وادخلوا على التلخيصات برضه هتلاقوا كلام كتير. كلام صحيح. انا استخدم دهن 20 50 لمده 20 سنه لنفس السياره، ولو تشاهد المحرك لا يحتاج فلاش بدون اي رواسب. خلاص. لان الناس دي بتشتغل في دول الخليج او عربياتها في دول الخليج، فبالتالي مفيش مشاكل. كلام حضرتك صح. انا استخدم موبل 5000 معدني لمده 15 سنه لزوجة 20 50 سياره نوبيرا وبدون رواسب تماما. وطبعا انا شفت ده كتير، بس حبيت برضو ان الناس تشهد معايا. خلينا بقى نلم ورقتنا. في النهايه اتمنى من الله ان الفيديو يكون عجبكم. والله تعبت فيه جدا، عاوز اقول لكم انا واقف وظهري تعبني من الوقفه يعني. فالله المستعان، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وما ننساش طبعا ندعي لاخواتنا في غزه، وربنا يا رب يعفو عنا ويعفو عننا احنا بالذات لما يسألنا عملتوا ايه، وربنا يتقبل يا رب مننا عجزنا وتقصيرنا معاهم ويعفو عنهم جميعا يا رب. والله المستعان.